السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سعيده بلقياكم مره جديده مع وصفه جديده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. اليوم جبت لكم تشيز كيك بفروتوس الرخوص، بدون فرن، بدون طهي، بدون جيلاتين. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم واقتصادي. نهار كي كنت كاع تشيز كيك بلا جيلاتين، بلا فلان، بلا فاران. جيكني نتاك المقادير الطريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله. عندي هنايا واحد باكيطه ديال الغيطاس، كتستعملوا البسكوي اللي متوفر عندكم. غادي جنب باكيطين غيطاس، حبات من الفستق، شنت حبه ان بيستاش، اختياري اكيد ماشي ولا بد. كنطحنهم جيدا حتى كنتحصل على هاد القوام. 80 غرام ديال الزبده مذوبه، 80 غرام ندهن سفسيغ اثعاوضغ اثحايغ. وذني تا غادي نمولدي غيغ ذي سرشيغ مول درت فيه البابيا كويسون. وغادي نوزع ديك الطبقه الاولى ديال البسكوي بواسطه واحد الكاس. غادي نحاول انني نمعس اولا ندير هذيك الطبقه تجي مسرحه وتجي مستويه. صافي ندخلوه للثلاجه. نسير في الطبقة الأولى نبيرة. نعدو الطبقة الثانية اللي عبارة عن 800 مليلتر من الحليب، 800 مليلتر النوغي كامل الدسم، 200 مليلتر من القشطة الطرية اللي فيها 35% من المادة الدسمة، فخوماج طري 300 غرام، غادي كيسو براونتار 300 غرام، غادي نتا السكر على حسب الحلاوه، غادي 2 شوبريت نكواخاضه، وهادو اراندانوس على حسب الاختيار. بغيتو ديروهم ما بغيتوش ماشي شي حاجه مهمه، استغناو عليها. وصافي هادو هما المكونات. وندوزو في واحد الكاسروله نحطو هذيك 800 مليلتر من الحليب، 200 مليلتر من القشطه، مع داك 300 غرام ديال الجبن عفوا، والسكر كما قلت لكم على حسب الحلاوه عفوا. الا كتعجب لكم الحلاوه زيدوا، انا جات لي شويه صراحه شويه مسوسه. صافي درت هذوك المكونات جاي كاملين وطحنتهم بالميكسور، وكنحطهم على النار مع الخلاط حتى يبدا يدير ليا دوك الفقاعات. من بعد ما حايخ سميكسور نيغ سباتيدورا ياخذ كاسرو ارمي بدا ذيك في بقبوقيني وشا. صافي سخسا يغاس ذاني تكسيغت الطبقه الاولى تخاسي جن لا سباتول ميمي تقال لا سباتول باش مو ثوقيبو. الطبقه الثانيه بسكوي ادي عماره ذاني تا تصفيغ، ولا بد ما تصفيوها البنات كيكونوا فيه دوك الشوائب ديال الفرماج وداكشي باش ما يدوزولكمش مع الخليط. صافي كنصفيه بهاد الطريقه اللي موضحه عندكم في الفيديو. صافي هو تشيز كيك ديالنا راه جاهز. غادي نزيد عليه هادوك الحبات ديال الاراندانوس، هادوك كما قلت لكم اختياريين ماشي بو ولا بد، يعني كزياده. غادي نخليه يدفى، غادي نغطيه وندخلو للثلاجه تجي هذه مروذه السيفور نبيله. ومن بعد ما دخلنا هذاك تشيز كيك في الثلاجه اللي كيبقى 4 ساعات او 24 ساعه على حسب الا ما كنتوش مزروبين، نخليوه ليله كامله. هنايا ندوزو للطبقه الثالثه اللي انا خديت اراندانوس وخديت الفخيج مع شويه ديال السكر ونص عصير حامضه، كسي اراندانوس فريسه سكر وزين انت ليمون. تقخ نخبطانو على نار هادئه حتى كيبداو يطلق ليا داك الماء. وبالمناسبه هاد لي فخوي روج راه كانوا عندي كونجلي، يعني نشفرو تايا فريسه اراندانوس قطو غنغاري كونخيلان. فغزات ما مشيت داكوارن كيبداو كيطلقوا داك الماء ويطلقوا داك يعني فروتو ديالو. وصافي هنايا كناخذ واحد صوري ديال الكواخاضه، كسي يجن صورين كواخاضه، يعني الخليط الا بغيتو الا ما بغيتوش تخليوها هكذاك راه ما كاين حتى شي اشكال. انا غير بغيتها تجي ليا بحال الا واقفه. وهنايا ما استعمل لا جيلاتين لا فلون. وصافي ها هي غير تبدا دير دوك الفقاعات، صافي راه هي واجده. وهنايا صافي خرجنا على التشيز كيك ديالنا من الثلاجه كيف ما كتشوفوا. سبقت ليها عاوتاني واحد الملعقه هكذا يعني عكسيه باش هكذا ما غاديش ننزل الطبقه الثالثه ديريكتومون وهي سخونه وداك التشيز كيك كيكون بارد، يعني غادي تحفر لينا في الوسط. كيغثا نجاش مزواخني يخاس كبغ الطبقه ني بور كيف حما وتشيز كيك توافق عن غادي بلا يسمد مالا نكبي ثمني اقا ابي نقي بدير الوسط ابي عماره الوصفه وشتاح عفوا.
والخصافي وذن غيقيم الى 0.0 غادي يصمد عاود تماما وتنقدم بالصحه والهناء. من الاحسن الجمث هذه يصمد مليح باش نموت تحصل مخ نتيجه رائعه. دابا غادي ندخلوه للثلاجه باش ندوزو نقدموه ان شاء الله. فهاكا التشيز كيكنا من بعد ما صفرتيني براء زينتوه هكذا بفريز وراندانوس اللي عندكم تزينوه اولا تخليوه غير بحال هكذا راه مزيان. صافي كنفتحوه هنايا. انا بغيت نفتحو معكم باش تشوفوا انه كيتفتح بكل سهوله وما يعني ماشي شي حاجه تخافوا منها يطيح لكم على جناب اولا. بالمناسبه اننا ما درنا فيه لا جيلاتين لا فلون لا نشا لا حتى شي حاجه. وحتى الطاحين كاين شي وحدين كيديروا فيه الطاحين ما فيه حتى شي حاجه. وشوفوا تبارك الله. بالنسبه تشيز كيك غير تقطعوه مسحوا السكين باش هكذا ما توسخوش الجوانب. صافي هذا هو المورسو. فكان علي نغطي التحليل لحقاش كان كيبان ليا ولدي جا ليا عند التصوير ثاني تطوغوا ذا اتروسويا porque tu غيوز قاري ميت بنايت في التصوير قاغاس حيدا غيرين وخصابو ديبان. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنينا الاعجاب ديالكم. تشيز كيك بدون فرن بدون جيلاتين. نتمنينا الاعجاب ديالكم. دوانت تشيز كيك كنت نتمنى غادا كنت يعجب اتجربت وتشاركت الاحباب الاصدقاء كنت وتنتشارك شجعت لايكات كنت تشاركت الفيديو الاحباب الاصدقاء كنت. والى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده وصفه سهله ومهله. ودابا متبقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه. باي باي. ارحمي يا راحت العقل ترحمي.